النفاسه حازم امام بينطلق من ناحيه اليمين، عرضيه ارضيه، استلام من باسم مرسي، استلام حلو قوي والتمويه احلى، وهوبا يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. 100 فرحت الزملكاويه. يا سلام عليك يا باسم، استلام ايه، تمويه ايه، ودى الراجل في حته، سافر ورجع من السفر بدري وسدد بشماله وسجل على يسار عصام الحضري. هدف مبكر جدا. الغريبه في نفس الدقيقه اللي سجل فيها النادي الاهلي بيسجل باسم مرسي في الدقيقه السابعه هدف اول لنادي الزمالك. نشوف القصه من اولها. النفاسه بدايتها، ادي الاستلام من غير ما يستلم عملها العرضيه، وادي استلام حلو قوي من باسم. شوف التمويه ودى الراجل فين وسدد تسديده حلوه جدا. موه على محمد البعلي، شوف نوه شمال وغير اتجاهه بشماله وسدد تسديده. قد يفوز او قد يفوز بدرع الدوري ب4 نقاط فقط لو فاز على النادي الاهلي. ومباراة اخرى عرضية داخل منطقة الجزاء في منتهى الخطورة، هوبا الثاني خلاص احمد توفيق بيسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. الزملكاوية فايقين جدا، الزملكاوية صاحيين جدا النهارده. نادي الزمالك النهارده ليلة اما ليلة يا سلام. طبعا طارق يحيى زي ما حضراتكم شايفين استغرب جدا، زعلان جدا، ابن نادي الزمالك ولكن هو المدير الفني لنادي الاسماعيلي، فعشان كده لازم يكون زعلان لان المسؤول منه النهارده هو نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي النهارده فيه ثغرة كبيرة جدا في هذا اللقاء. شوف العرضية الحلوة، وادي الانطلاقة، وادي العرضية على حدود منطقة الجزاء، والسندة الأحلى، وأحمد توفيق بيسدد، ادي معروف، وادي العرضية، وادي الهدف لنادي الزمالك. هدف أول لأحمد توفيق، هدف ثاني على طول بيقطع باسم مرسي، وانطلاقه من ايمن حفني الساحر. حفني بينطلق بيخترق شق الطريق بدون مساعده صديق، على طول لمسه كوفي سدد، يا سلام حلو الكلام، حلو، فرحه زملكاويه مفيش كلام. عصام الحضري هيتجنن. يجيبوا معروف يوسف بقميص نادي الزمالك في هذا اللقاء. باسم مرسي بيرفع رصيده الى 14 هدف. احمد توفيق بيرفع اللي بيسجله معروف يوسف، وادي بقى يعني